مشكلة المشتقات عندي إن أنا بتلخبط بين الاسم والفعل والصفة والحال. الفعل مكانه الطبيعي بعد الاسم في أول الجملة. ممكن الفعل يبقى مصدر بعد الأفعال الناقصة زي كان should will. ممكن الفعل يجي في ing أو مضاف إليه ed متصرف يعني حسب الزمن. ممكن الفعل يجي في أول الجملة لو كانت جملة أمر لأن بتبدأ بفعل مصدر. الاسم ممكن يجي في أول الجملة في محل فاعل قبل الفعل، ممكن يجي بعد الفعل في محل مفعول أو بعد حرف الجر. الاسم ممكن يجي قبله او ان لو كان اسم مفرد. الاسم ممكن يجي قبله some او any لو كان اسم جمع او اسم كمية. الصفة تصف الاسم وتأتي قبله. الصفة ممكن تيجي قبل الاسم، ممكن تيجي بعد verb to be am is are was were. ممكن الصفة تيجي بعد الأفعال التقريرية اللي هناخدها في الترم التاني إن شاء الله، اللي هي feel يعني يشعر، sound يبدو، look يبدو، هكذا. نشوف كده. الظرف أو الحال بالمناسبة غالبا بآخر الواي ويصف الفعل ويأتي بعده. كلمة celebrate يحتفل بيه أو يحيي بمناسبة. طبعا ديت فعل. لما أقول مثلا we celebrated Sama's success yesterday، احنا احتفلنا بالنجاح بتاع سما بالأمس، يبقى celebrated فعل ماضي جاي بعد ضمير الفاعل. celebration احتفال، طبعا ديت اسم، ممكن تيجي في محل فعل أو في محل مفعول. we gave a celebration on the occasion of Sama's success yesterday، احنا عملنا احتفال. هنا احتفال ده مفعول، ده اسم في محل مفعول. celebrity شخص مشهور. محمد صلاح is a football celebrity. محمد صلاح يعتبر ايه؟ لاعب كرة قدم مشهور. celebrated مشهور. محمد صلاح is a celebrated footballer. اللي فاتت ديت قلنا عليها اسم، لكن اللي هنا a celebrated footballer ديت صفة جت قبل الاسم عشان توصفه. كلمة occasion يعني مناسبة، ديت ممكن تبقى فعل يعني بيسبب. لما اقول لك your success has occasioned us real happiness، النجاح بتاعك عمل لنا يعني زي ما بيقولوا سعادة حقيقية، سبب لنا يعني. occasion لو جت كاسم معناها مناسبة. we were really happy on the occasion of your success، احنا فعلا سعداء بمناسبة ايه؟ نجاحك. لكن occasional متقطع أو عابر. لما أقول لك I pay my uncle occasional visits، أنا يعني دايما بزور عمي زيارات متقطعة أو عابرة. occasionally أحيانا دي طبعا ظرف أو حال. I occasionally visit my uncle، أنا يعني أحيانا بزور عمي. هنا الظرف أو الحال جه قبل الفعل، احنا قلنا بيصف الفعل ويأتي بعده وممكن يجي قبل الفعل. كلمة prepare يعني يعد أو يجهز، لو جت كفعل يقول لك I prepared well for my presentation، أنا بقوم بالإعداد جيد بطريقة جيدة للإيه؟ للتقديم بتاعي. لكن preparation تجهيز أو تحضير ديت اسم. I made good preparation، ليه هي اسم هنا؟ عشان جاية بعد الصفة والصفة تصل الاسم وتأتي قبله وكمان في محل مفعول. of my presentation. prepared معد أو مستعد أو جاهز. I was well prepared for my presentation، أنا يعني قمت بإعداد نفسي إعداد جيد للإيه؟ للعرض التقديمي اللي هقوم بيه.